waxaa hadda aan halkan aan ka xusaynaa oo aan u ducaynaynaa annagu nabadgelyada iyo khayrka iyo barwaaqada iyo ma garanaysaa dabaysha wanaagsan iyo naxariista baynu isaga jiraa dad walaalaheena oo la kumaadayo oo idinka qarsoonayn oo acda illaahi man la'anahum Allah wa ghadiba alayhim wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut kuwa ilaahay ku tilmaamay qaswatul qalbiga waayaba waxaan israa miyaynan arkin way arkaan yani ilmaha yar yar ay kumaadayaan ay leynayaan iyo oohinta hooyooyinka ooyaya miyaysan arkaynin laakiin jawaabtii waxaan ka helay fi suurati al-baqara ilaahay baaba wuxuu ku tilmaamay ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة مركز إلهي وليبا أحجارتي وإلهي سيت المهمي لينكو يجلع وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وهو من اللين وبيابك كصبح يوبي وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله حجارة كواسا كمدة لكن يجوا كسي دريين مركا دتكاس ولا لهن لكم هذا إن ندعينه ملك استون يشغل مادنا صلاة ودعينه وقت كستود فرصة يشهد ودعيشو بل هذا أهان يعني أن وربك هين ذاتك ولا لها إلهي جسم واحد وكدغي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مركوا أدعينا إلهي ونبرينا اللهم يا غياث المستغيثين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين مجيب دعوة المضطرين كاشف الكرب يا رب العالمين يا إله العالمين يا من قال في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء عن إخواننا في غزة وفي سائر فلسطين اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم ادفع عنهم العدو اللهم دافع عنهم بحق قولك إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اللهم ارحم الضعفاء والمساكين الأطفال والنساء والمرضى والشيوخ الراكعين اللهم ارحمهم برحمتك وأغنيهم برحمتك عن رحمة من سواك اللهم أغنيهم برحمتك عن رحمة من سواك اللهم أغنيهم برحمتك عن رحمة من سواك اللهم عليك بالصهاينة المجرمين اللهم اخسف بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعلهم كأسلافهم فريقا يقتلون وفريقا يؤسرون اللهم رد الكافرين بغيظهم ولا تنلهم خيرا واكف المؤمنين القتال إنك أنت القوي العزيز اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن الكافرين وطهره من دنس المجرمين وأعده إلى حظيرة أهل الإسلام والمسلمين واكتب لنا فيه صلاة يرفرف عليها راية علم الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير كما نسألك يا الله أن تؤمن إخواننا في السودان وأن تعيد لهم الأمن والاستقرار يا رب العالمين وأن تزيل عنهم الأعداء الأشرار اللهم ول أمورهم خيارهم ولا تول أمورهم شرارهم وسائر بلادنا بلاد الصومال واليمن وسائر بلاد المسلمين أسألك يا الله يا كريم الأمن والطمأنينة والاستقرار وجميع الحاضرين اللهم اغفر لنا اللهم اشفنا اللهم عافنا اللهم أعطنا اللهم لا تحرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم اجعلنا في هذا الاجتماع اجتماعا مباركا طيبا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.